الكاميرا الخفية. وقالت زوجتي بعد التحية: إلى أين الذهاب؟ أجب علي. فقلت لها: سأذهب يا حلولي لمكتبة بشط اسكندرية، وعندي ندوة للشعر أيضا سأعقدها بنادي الصهبجية، وعنك وعن رموشك سوف ألقي قصيدا للعيون الفاطمية، فمن حلوى جمالك صار شعري لذيذ الطعم مثل مهلبية. فزامت بعدما شكت بقولي، ووصت لي بأعينها شوية، وذاقت رشفة من نسكافيه، وشدتني بكم الجلابية: لذلك سوف تلعب من جليد وتعمل من خيالك تمثيلية، وإني لست ساذجة عزيزي لتلبسني بمكرك سلطانية. حلفت لها برأس أبي وجدي وعشرتنا وأيام الخلية بأني صادق زوج وفي نبيل ليس عندي سوء نية، وقلت لها لأرضيها سآتي بفستان من العجم هدية، وفي المرسي أبو العباس إني سأدعو الله أن يبقيك لي. فقالت لي: موافقة، ولكن حذري من الملاعب الشقية، فكم زوج يخون الست ظنا بأن الست عظمتها طرية. إذا ما كنت كذابا تذكر بأني لست يا هذا هفية، وعندي خبرات في ضرب نار وأيضا في سلاح المدفعية، فجهز إن أردت اليوم غشي جنازتك المهيبة والوصية. ورن الهاتف المحمول رنا كإنذار الحروب العالمية لحمقاء تعاكسني وقالت: لماذا لا أراك أنا سنية؟ تعال الآن كنت قلبي لنسهر في تياترو الأزبكية. فهبت زوجتي كالرعد هبا تصوب نحو رأسي بندقية: أجبني واعترف حالا وقل لي قبيل الموت من هذه الولية. وقلت: لا بريء يا حياتي، ولا أهوى سنية أو بهية، فهذه نمرة غلط أكيد، ويبدو أنها الكاميرا الخفية. فقالت لي: رفقا ببابا، فتلك تلميذات إيثوس الغبية أرادت أن تعاكسني، وعندي شهود لي أدلتهم قوية، وها أنا ذا نجوت بلطف ربي، وكم لله ألطاف خفية.